اهلا بكم مشاهدينا من جديد في حصه الهضره فوت. والان نتطرق للحديث عن مباريات الجوله السادسه عشر للرابطه المحترفه الثانيه، وذلك بعد الجنكل. الصراع على شد في الرابطة الثانية وعودة مولودية العلمة إلى الواجهة، بما أن الصدارة خطفت هذه المرة من أهلي أو من جمعية الشلف. نتابع وإياكم هذا الجدول والنتائج لهذه الجولة. مرحلة ثانية صعبة جدا في الرابطة الثانية، وهو ما كشفت عنه هذه الجولة السادسة عشر. الشيخ القادر عمراني، انقلبت الأمور في صدارة الرابطة الثانية، مولودية العلمة في المركز الأول ب 31 نقطة، وداد تلمسان ثم جمعية شلف. هل هو موسم عودة الجمعية إلى الرابطة الأولى أم أنه ننتظر موسم آخر لهذا الفريق؟ ظل باللي الفرق اللي يلعبوا الصعود متعودين، نظن باللي مولودية العلمة، وداد تلمسان، جمعية شلف، مام اتحاد بسكرة قادرين 25 بوان بارابور وتروزيم اللي عنده 28. نظن باللي هذو 4 و5 فرق ربما عندهم ربما طموحات باش يصعدوا، باينين من بداية الموسم، باينين اللي يلعبوا على الصعود. وتشوف في جمعية شلف مع زاوي سمير مدرب شاب بيان سور شاب، يعني وتعاملت معاه وتعرف لاعب تاعي نظن هو يعيط لك يسقسيك الشيخ شويه نتهضروا، ولكن ما ندخلوش في الخدمه، ولك تعطي له شويه. لا يدي جوار كون البروفيل باش غدوه يكون مدرب كيما الجديات كنت نحكي معاه، قال لي انا خاطيني ما ندربش. الزاوي الى سو بروفيل لا باش يقدر حبس منه دخل. جو بونس كو ثاني كاين فور كونيتر ثاني في الشلف عنده مده. الشلف اللي ديت معاه لقب تاريخي الاول كوب دالجيري 2005 كنت معاه محترفه دافيدي، يعني كنت تما معيار مرجع ل يعني ضمان الاستقرار على مستوى العرض الفنيه. بعد 4 استقرار درت البوس تما على ليبوك، حنا كنا نعرفوا شاك سيمون كان اونترينور 4 وديت كوب دالجيري 2005. ما كاش اللي يحققوا هذا الاستقرار، يعني ما فريق ما بالنسبه لا في ظروف ثاني صعبه. في الشلف ما عندناش الامكانيات اللي عندها الفرق ربما اخرى. رغم هذا كانوا فيه لاعبين موهوبين، خاصة الشلف كانوا عندها فيها تقاليد انهم اغلبية اللاعبين يلعبوا في اكابر هما من المدرسة. من المدرسة يجيبوا خزينة يعني ما يجيبوش لاعب قليل، يجيبوا لاعب واثنين خارج مدينة شلف، من الأغلبية طاح في جينيراسيون هايله ذاك الوقت شيخ تاع السودان. اكيد وديت قاعد رامك الشيخ يعني في شلف ما كسال ما يسالوك ما كاش مشاكل بدون رئيس ما خلصني. ما خلصوش رئيس رابطه خليه لا ليغ 2 بروفيسيونيل. بالنسبه لا ليغ 2 بروفيسيونيل كما تكملنا لا فازالي كما بداتها، نظن باللي حتى هما اللي طروا حتى ولديه العلمه اللي كان ضيف هنا نتذكر الرادة اللي قال لك حنا ماناش نلعبوا الصعود، ماهمش دايرين ضغط. كان يبعد في العين بالك الحاج ممكن ماهمش دايرين ضغط، ولكن سيرمون على الانتيريور دي كلوب يقولوا بلي عندنا فرصه لما نلعبوا كي 3 يطلعوا. كانوا عنابه اللي كانوا يعني مرشحين باش يلعبوا الصعود. اكيد كما خص وداد تلمسان فريق القلب اللي راك تبعوا من دون شك شيخ كوب دالجيري 2002 مع تلمسان 98. هذا الفريق مع بوعلي شيخ راهو يعاود يولي وربح بثلاثه في هذا الماتش إليمينا من كوب دالجيري. والله واش نقول لك، يعني نتاسف الحاله اللي كان فيها، ما وقت الحالي الحمد لله تحسنت شويه. اكيد راك تسقسي الشيخ، راك تعيط. اكيد في رئيس جديد، فيه امكانيات، نظن باللي الانصار ولاو يعني مهم انه في مدرسه كوداد تلمسان تكون في قسم الوطني الاول. جوز مرحله صعيبه شيخ، هذه صافي 2 سمان حتى شاف علي كان شويه كونتيستي، كان ضغط عليه تهدرت الحاله خاصه بعد ربما مقابله شلف اللي نهزموا فيها هذه شويه اللي ربما العموري. شكونك ترشح من هذه الفرق اللي يتنافس على الصعود؟ والله ما نقدرش نرشح، حتى نظن انا حتى السيتيام بلاص، حتى الاتحاد عنابه
اظن هذو الفرق كامل اللي يقدروا يلعبوا الصعود. ما نساوش المفاجاه تاع نجم مقرا في المركز الرابع، وعنده لاعبين اللي عندهم وراهم متاهلين في الكاس. تحيه لنجم مقرا. تحيه نجم المقرا الفريق الصاعد، على غرار فريق صاعد الموسم. سيدي جوار اللي عندهم الخبره. نظن باللي حتى الساتيام بلاص نظن باللي راح يكون سمير على الفرق اللي ما زغدتش من ذيل الترتيب لي 3 ديرني بلاص كيما تحت الحراش شويه، تحت الحراش جابوا لقطه ثمينه. رائد القبه واتحاد بوليديه كانوا تراجم مستغانم كانوا يلعبوا شويه في الوقت فقط. مستغانم كانوا يلعبوا الادوار الاولى وبعد تراجع. وفريق اتحاد او ترجي مستغانم هو الان يعاني، والان نتنقل الى الصافره وذلك بعد هذا الجنجل. والصافرة يحضر معنا الأنيق الحكم الدولي سفيان بوستر. أهلا وسهلا بك تحت التصفيقات. ما شاء الله تشرفين بك شيخ، مرحبا بك. جبتهمش اليوم خليل. جولة كانت خالية من بطاقة الحمراء، من دون شك ما جبت حتى واحدة معك. خالية من بطاقة الحمراء وفي بعض الأخطاء التقديرية. كانت في كما دائما يعني يبقى التحكيم كالعادة يبقى التحكيم، ونبقى يعني كنت نأكد في الحصص القادمة أنه ما نقدرش السابقة أني نحضر يعني شطر ثاني من البطولة ولا الشطر الأول من البطولة في تربص يدوم 3 أيام. صح. ما نقدرش يعني كيما الفريق لو تسأل أي فريق شحال يعني المدة اللي يقدر يحضر فيها يعني بداية موسم، فما بالك التحكيم على الأقل يقول لك 15 بالك 20 شهر ربما. كيفاش الحكم اللي راح يكون اللي هو يعني ربما يعني نقول لاكتور برينسيبال ضغط كبير عليه، راح يكون يعني كما تحدثنا قبيل يقدر يغير العديد من الأمور فوق أرض الملعب. لو نشوف يعني مباراة اتحاد العاصمة انهزم يعني بإن ديسيزيون ربما نقول سوء تقدير، ولكن أثر على نتيجة المباراة. راح نشوفوا يعني بوضوح نبدأ نشوفوا اللقطات. هذه مباراة اتحاد العاصمة يعني مع تجنانت. نعم هذه لقطة الهدف الوحيد في المباراة. هنا كاين 2 فاز دو جو. شوف لحد الآن ما كانش تسلل، لكن لما رجعت الكرة شوف هنا هذا راهو في موضوع في واقع تسلل. دونك سي اون دوزيام فاز دو جو. لو ها شوف هنا ما كانش تسلل، لكن هنا الحالة الثانية يعني لا دوزيام فاز دو جو اللاعب كان أقرب إلى خط المرمى منه من الكرة وثاني آخر مدافع، يعني هنا في وضعية تسلل. هنا كيفاش المساعد الحكم يقدر يشوف هذه اللقطة؟ هنا شوف هنا التموقع، هنا التمركز تاع الحكم المساعد ربما لو بلاسمون كان اون روتار. باسكو علاه لو تشوف لاكسيون هنا الحكم المساعد يمكن كان مشى وما رجعش يعني واثرت يعني النتيجة. وهذه الأخطاء القاتلة. سيقدر يديروها ما شاف ثاني. نتحدثوا على هذه المقابلة يعني شبيه الثورة شبيه القبائل. شوف هنا يعني ما فيش خطأ، لأنه المدافع لو تشوف عاود رجعنا الصورة. عاود رجع هذه شوف يعني الكرة شوف المدافع كان ضرب الكرة واش يجي من بعد ما فيش خطأ، لأنه اللاعب لعب الكرة قرار صائب. نشوف الحالة الثانية كذلك. لا مازال فيها حالتين في المباراة تاع الثورة. نعم خلي مازال ايوا عاود رجع من فضلك. شوف هنا الحارس شوف هذا المدافع هو اللي لا ديفيي لو بالون بارابور يعني لاتاكون. لو لاتاكون اللي كي يلحق اوتوماتيكمون مع لا كورس تاعو مع ليلون يقدر يقيس في الحارس، لكن هنا الكره تلعبت قبل ما يكون لو كونتاكت بين الحارس والمهاجم يعني ما فيش ضربه جزاء. هنا يعني صوره واضحه. شوف في يعني لو جوار داير يدو، لكن الكره ضربت. شوف لو تشوف في صدر اللاعب ما فيش ضربه جزاء يعني هنا نشوف بلي الحكم سير المباراة يعني بطريقة جيدة، ومعني كل قراراته كانت سليمة يعني إلى اون بون ليكتور دو جو. اخي ماشي صاحبك يا سفيان. لا صافي هذا اللقاء لو سمح سمير في هذا اللقاء هذا كانت واحد دي لاكسيون دو كونتر تاع جياسكا وين ما كانش اورجو ما كانش كاع. هنا حبينا برك نشوف هنا شوف شحال كان الوقت. خلي شوف 88 دقيقة ونشوف باللي هنا سي ان كورنر. هنا شوف عاود رجع دوك تجي اللقطه شوف الحارس هو اللي خرج الكره. شوف الركنيه والحكم قال ضربه مرمى. الشيخ يقدر يدخل هنا. لا نعاود تشوفها. شوف دوك تعاود تشوف
ما قاسهاش الحارس هو اللي خرجها. بالك في 89 مينوت يقدر ان كورنر يقدر يكون ان بيت. او زاد 4 دقائق. شوف هاي الحارس يعني الحارس هو اللي خرج الكره يعني في ان سامبل كورنر ولا ان سامبل نقول مقابله اخرى هذه البرج مع ولديت وهران البرج مع مولودية وهران. نعم ما تشوفهاش هذه ركله الجزاء اللي كانت مول الهدف الاول بالنسبه لاهليه البرج. انا جو فوا با دي كونتيستاسيون. شوف عاود رجع شوف لو بوزيشنمون دو لاربيت هنا يعني شوف هنا على حساب الصوره هنا واش انا نشوفوا ما نقدر والله ما نقدروش نقولوا لا كان اللاعب لمس الكره كي سقط ولا ما لمسهاش، ولكن لما نشوف تمركز الحاكم لو بلاسمون دو لاربيت راهو مقابلها يعني مقابلها شوف دي مانيير ديريكت يعني هنا فيه يعني الكره لمست فيه ضربه جزاء. نعم فيه ضربة جزاء وكان قرار سليم للحكم. قلت لك يعني ميزا بار يعني لقاء اتحاد العاصمة وتاتنانت اللي كان خطأ تقديري اللي أثر على نتيجة المباراة. شكرا سفيان يعطيك الصحة خويا حظ موفق إن شاء الله. شكرا سفيان بوستر. كانت هذه الأخطاء التحكيمية للجولة السادسة عشر ونتحدث مع رفيق وحيد الآن نمر إلى الفقرة التي ينتظرها الكثير. أبرز حدث سلبي في دقيقتين أوفسايد لكن بعد الجنكل. تفضل يا رفيق. بين السيمبوزيوم والجلسات والاجتماعات أموال وأوقات ضاعت وظلت الكرة طريقها وتاهت، والاتحادية في كل هذا من الوهم الكثير باعت. قد يقال بل قيل بالتأكيد إن نظرة صاحب الأوفسايد تشاؤمية، والمقصود أنا ووجب في كتاباتي تصحيح ضعف النظر لدي ليكون لي بعدا، وسأرى بعين الإيجاب ما هو في الحقيقة بلون الغراب أسود. على عجل زرت طبيب عيون، فعلت ذلك فعلا خوفا من رؤية المباريات تلعب في شوط واحد لا غير. خشيت على نفسي من نظرة الثاقبة المشؤومة أن تلمح على غفلة أندية تسبح في الديون صحتها بقوة 64 حصان. أصدقكم القول أنني تمنيت غض البصر عن انتدابات شملت الرؤساء قبل اللاعبين والمدربين، فالمغامرة بالكتابة سلبا عن التنقلات كظاهرة فريدة عالميا تجعلني أقيم الحجة على نفسي بنفسي. سيقال لي بتعال وتهكم يا من جعلت نفسك في موضع تسلل أنديتنا تسير بالبركة والدعاء. بعد اليوم سأقول إن ما أراه في المدرجات من أمواج بشرية ثائرة هو رياضة تمارس جماهيريا ولو بحركية أقوى زيادة عن اللزوم. سأقول أيضا بأن بناء ملاعب في ربع قرن من الزمن مكسب، فقد اقتصدنا بشبه الملاعب الجهد للاعبين واختزلنا المخاطر على جمع محدود من هواة رياضة رشق الميادين. ما يمارس عندنا كرة فوق العادة تسير بطولتها بنسق بطولة فرنسا برابطة أو بدونها، والقرارات فيها تتخذ بالحضور وبالوكالة وحتى بالغياب. ما المانع؟ فالقانون واحد إنما له قراءات مختلفة حسب الطلب. المهم أن كل الطرق تؤدي إلى روما وإلى نادي الصنوبر. ما كانش طرق تؤدي إلى الفاف ولا الرابطة؟ لا كل الطرق تؤدي إلى ما يريده رؤساء الهيئات فعلا من كرة القدم. بارك الله فيك. شكرا. الشيخ راه لخص كل شيء في هذه الكلمة. والله رياليتي لا سي فري واش يقول واحد صح، بصح علاش ما ناخذوش العبر حنا؟ ماشي عيب ناخذوا العبر بالاخطاء تاعنا نقدروا نقدموا. شوف مشاكل الكره الجزائريه واضحه. الجلسات تاع وزاره الشباب والرياضه داروه في ظرف قياسي اون نحضروا لها في موا 6 موا 8 موا ولا اون اني. سيمبوزيوم صافي ديجا اون اني باش تعطينا نفس التشخيص اللي نعرفوه عندنا سنوات. كنا قادرين نختزلوا كل شيء في تطبيق على ليميت القانون، تجهيز الملاعب ونخرج من الملاعب نسميها ملاعب العار التي لا تشرف الكره الجزائريه. والجديات فيما يخص ما قالوا رفيق وحيد 100% مستوى راقي ما شاء الله. والآن نمر إلى أسئلة الضيف التي أعدها الزميل ومحلل الحصة رفيق وحيد. تفضل
الشيخ. سابق أمراني، ولو أني ربما كل الأسئلة طرحتها في وقت سابق. أعود إلى 2013، كنت على وشك تدريب شباب الوزداد في عهد عز الدين غانا. الوضع كان ربما أفضل من الوقت الحالي، لماذا حضرت ثم هربت؟ والله ما هربت، سبوني. شكون؟ لا أنا اتصلوا بيا والفريق ما كانش فيه مدرب، ما كانش مدرب في الفريق. واني نتذكر باللي لعبوا شباب بالوزداد مع مولودية العلمة. عيط لي كانا، لحقت عشية من تلمسان، قال لي روح نشوفوا الماتش ومن بعد نحكيو. يعني سيتي اون اوكازيون باش نشوف انا ليكيب. ومن بعد في هذيك الفترة كان مشكل مع المرحوم الفقير، ربما كانوا مشاكل إدارية مع الرؤساء. أنا دخلت الملعب وشتموني. لماذا؟ صار مانيش عارف عليه، أنا بيدي مش عارف. وكان كنت عندي لي علم ما ندخلش كاع، ولأول مرة ندخل الملعب جامي دخلت. تشوفهاش مدبر الشيخ يعني؟ ما كنتش عارف، ما كنتش عارف. أنا جيت من تلمسان، كي لحقت العشية جيت مع الوقت تاع الماتش. تلاقينا في البيار في لابوبايسونس ويريح فيها جمال بزاف. وي. تلاقينا تما، قال لي الشيخ نهودو نشوفوا الماتش. ونور الدين القازي. ونور الدين نذكره بخير. قال لي روح شيخ نهودو نشوفوا الماتش ومن بعد نحكيو. كان مهم محفوظ قرباش عنده علم، باسكو كان هو تاني يعيط لي. هبطت دخلت للتيران، دخلت البولاي هذاك. بولاي. وقفت باش نشوف هذا في الدخله وما كاينش اونترونور. ما كاينش. سي ار بي، انا مستحيل ندخل الملعب وكاين مدرب. حنا نقولوا بالعاميه المحمصه ولا الشر، هما عندهم الشر ولا المحمصه؟ مانيش عارف، شتموني انا واستغربت، رفدت لوطوطي روحت. لا من بعد اعتذروا مني. بعد فيه انصار اللي جاوني حتى تلمسان طلبوا مني الاعتذار. انا جيت في شيء حضاري يعني لا استدير، انا ما عندي حتى دخل، ما كنتش عندي علم مشاكل اداريه ولا مشاكل تاع لي بريزيدون، ما عندي حتى علم. ورقه الاجانب هذا العام ما مشاتش مع شباب الوزداد. قلت عدد اللاعبين راحوا، ان كامروني جبتوه انتم انفيتاسيون، قلت انتم شباب الوزداد سينا في نصر حسين داي، كان في مازامبي جوبونس، يعني نوتر جوار يراسيني في مديه، كان عندكم 3 جور وراح لمديه. شرف ديال شباب الوزداد تبعت لي زانفيتاسيون لي بي دافيون لي زوتر كلوب يدوا لي جوار، سي سا. هذه تنجم تقولها سي فري، سيرتان مومون تقول تخسر بي وما تخسر جوار. تخسر، قول معليش انا جوار ما نعرفوش، نخسر بي نزيد نتاكد. من بعد اذا كان الحكم مليح اللي شديته مش مليح، هما نقول خسرت بي تاع 5-6 ملايين وما نخسرش انا. هادو ما عجبوكش لي جوار هادو شيخ؟ نو كاين. لا اسمح لي، انا بالنسبه للكامروني سي فري كانوا عندي الكامروني والسينيغالي دامغي، باسكو السينيغالي انا اتصلت السينيغالي اللي راهو في المدينه. انا اتصلت به، وبالنسبه للكامروني الاداره اتصلوا به باش نشوفوا معاه. انا خيرت في الذهن تاعي، خيرت السينيغالي، عنده باسبور تاعو يكمل وقينا لو 19 جوان ولا حاجه كيما هاك. وحنا كي جاني طلبت من المناجر تاعو يجيني في الديبي ثمان باش يجي عندي الوقت باش نشوف. وقبل ما يجي هذاك المناجر شرط عليا باش لو 29 يروح، ثم يجي يقعد نهار ولا زوج ويروح، باسكو ما ينجمش يقعد اكثر باش الباسبور تاعو يكمل الفيزا تكمل. باسكو كان داير فيزا، كان عنده فيزا، ما حنديرلوش حنا فيزا. وي. عنده فيزا تكمل له 31. وي. صدير كي جا il ne peut pas rester plus de 2 jours. وانا كنت رايح نلعب ماتش دو كوب في باتنا. حتى في يومين ما يكفيكش الوقت شيخ. واش قلت له انا؟ دعيت له كي جا معاه الماناجير، باسكو هو جا وحده والماناجير جا من وراه. قلت له شوف، هو الفيزا تاعو راح تكمل دون 2 جور، فهمت؟ والباسبور يكمل، صدير ميم نتفاهموا اون بو با ريغلي لي بروبليم. بلان ادمينستراتيف. قلت له انا يعاود يولي، نعاودو نديرو لانفيتاسيون رينوفلي الباسبور تاعو، باسكو انا كيفاش نجيب جوار والباسبور تاعو مش رينوفلي. وتقدر غدوه يفوتك الديلي وما تقدرش حتى تكاليفيه. اكزاكتومون. فهمت؟ ال15 ما تقدرش تكاليفيه. لا ما يوجدش الباسبور. سيتي بريفي باش يروح ويعاود يولي، ومن بعد سمعت في مديه. اللاعب عطيه اللي قلت عليه اونطرينا لافازالي ما كانش عنده ليسونس بيان سور، شديته قلت ماشي سوسيال، ما حبيش نبريزي الخير تاع اللاعب، ولكن هل انك فضلت الابقاء عليه لانه قريب لاعب سابق لشباب الوزداد؟ والله ما نعرف. جو في با سيتي لو نون. والله ما نعرف. عرفت ما كاينش منه. والله كيفاه؟ عرفت مزور. والله ما على بالي، والله ما نعرف.
جامي مزوار بورتو لعب عندي لعب عندي في كيسموه في لازمودورو نحكي لك لي زاني 99 2000. سانسيرمون دونك كونترينور اسكو جيت شباب بلوزداد لانه مدار لانه استقراري لك كمدرب او انك مقتنع فعلا بانك قادر على انك تنقذ شباب بلوزداد؟ هي قبل كل شيء نظن كاينه حاجه كي تري امبورطونت. سؤال الاهم شيء مش كاين الناحيه التقنيه وكاين امكانيات الظروف تاع العمل. سي فري كي اتصل بيا علق فهمني ان بتي بو لا سيتواسيون تاع ليكيب. باش قبلت سيتي با فاسيل باسكو خممت بزاف اسكو نقدر ما نقدرش هو الكمال لله. مي شوز اللي عندي هي جي توجور ايتي انيمي بوكو دو باسيون بور سو ميتي. نبغي خدمه بزاف. مو سو با دي زونترينور اللي يتقبل يقعد في الدار. يعني شالونج واحد يثيق في نفسه في ربي في خدمته الامكانيات تاع الخدمه وخلاص. جو بونسكو ان شاء الله واش قلت لك قبيل انايا جي في ان كونترا 6 موا برك. انا اوبجيكتيف اكور تيرم باش نكونوا واقعيين. ما نحتمش روحي على الناس. نتمنى موفقه ان شاء الله للشيخ عبد القادر. والسؤال لجديات يقول انه مازال وقت يتحرك في نفسك شويه في تصفيات كاس العالم 2010 ما تنقلش مع المنتخب الوطني غاضتك شويه لحد بيان سور كملت غير النهار باسكو ما يخفى لكش كنتم انتم بعض اللاعبين يعني في الزاويه يعني مقابله تاع الفريق الوطني ما كانتش عندها تغطيه اعلاميه كما راهي دركا ولا نظن باللي احنا كنا يعني بارمي لي جوال اللي كان شرف. ما نحصلوهاش في المستوى مثلا. ما نظنش كاين مستوى ماهيش قضيه مستوى. نظن الناس اللي غلطت مدبره سامحهم وهذا ما كان غلطوا فيك. دونك ماشي غير جديات كاين بزاف دي جوال اللي ما راحوش اللي كانوا يميريتو باش يكونوا متواجدين في القائمه هذيك لا بيريود كان اختيار نظن كانت فوالا كامل الناس على بالهم. جديات لعب شي ونروحوا فقط. هل رفيق الذي فرضه هل الرئيس جوتالي على ليبوك كان يسيء معامله اللاعبين؟ لو كونترا بارمي انا شخصيا بارمي اللي راه البريزيدون اللي فريمون كان يتعامل معنا كاخ اكبر ولا كان كوالد. نظن هذه شهاده الواحد يشهدها. دونك هذه معلومه غلطه الاخ وحيد. وتنقلوا نروحوا الكويس اللي نختموا به. بدا التنافس الان بين الشيخ ومنه الجماعه اليمنى على اليسرى لكن ذلك بعد الجنكل. الكوتش كواجد مع جديات هو يجب يجاوب انا ما نجاوب. ومن رفيق تحدي القناه راهي في اللعب. عموري اللي عنده الاجابه قناه راهي في اللعب. لاعب جزائري حصل على عده القاب وطنيه وافريقيه استدعى للمنتخب الوطني العديد من المرات. انسحب من صفوف الخضر ايام قبيل كاس افريقيا 1992 وذلك بعد مناوشات حدث له مع محي الدين مفتاح. من هو هذا اللاعب؟ زرقان مالك زرقان. نقطة. دير يدك برك. نادي أوروبي. سؤال عجبتك شيخ. لا ربي عليك شوية. شكون يغلبكم أصاحبي؟ هاكا شي يغلبكم. سؤال رقدونا. سؤال ثاني. نادي أوروبي يلقب بفريق صانعي الوسائد من هو؟ صانع الوسائد مخيط. هذه أوروبي. هذه تعشار هذه. على شركة شارع بيدي على شركة. وين راح الإجابة نادي أتلتيك مدريد بسبب تشابه ألوان القمصان المخططة بالأحمر والأبيض بألوان الوسائد القادمة آنذاك. السير بيرا. ما تركضوش ثم. السؤال الثالث. من هو الفريق الذي رفض المشاركة في المونديال بعد رفض الفيفا أن يشارك لاعبوه حفاة؟ الهند. منتخب نعم الهند منتخب. جديات كوتش منتخب. نعم وكان ذلك في مونديال البرازيل 1950. سؤال الرابع. ما هو عدد سمير متسكور باش 2-0 صح منها صح. ما هو عدد البلدان التي أشرفت على تأسيس الاتحاد الدولي لكرة القدم؟ 1904 je dirais 9. ما هو عدد البلدان؟ 9. خطأ. نعم بس خطأ. 11 لا خطأ.
ناقص ولا زاد؟ نتمنى اسمح. خلاص جاوبت اولا، نعطيوها اللي منها، نعطيوها للشيخ. ومن 1904 كي دار 7. ها وجابها الشيخ. صح. هاي دوام شيخ بروفوكاسيون دقيقه انجليزي شيخ. دقيقه 2-1. بزاف. ما هو تاريخ تاسيس الكونفدراليه الافريقيه لكره القدم؟ 57. ها واش ندير لك الشيخ؟ ندير لك هكذا الشيخ. وبهذا كانت هذه حصيلة الأسئلة بالإعداد شهر عبيدي. الفائز كان فريق جبرنا باش يربح هنا. هنيه الشيخ، هنيه على الفوز. ان شاء الله، وانت ان شاء الله تفوز في الميدان مع فريق شباب بلوزداد، ويبقى هذا الفريق العريق ضمن حظيره الكبار. للتذكير فقط، تاجيل عمليه القرعه الخاصه بكاس الجمهوريه الدور 8 النهائي الى 12 فيفري بعد ان كانت مقرره غدا. كانت هذه المعلومه. وايضا تاجيل طعن ملال، النظر في قضيه ملال الى شعار لاحق. لا كاين نحن البلد اللي يحتضن ترفض طعن المحكمه الرياضيه، ترفض طعن ملال. كاس الافريقيا لا كانت مباريات غدوه ان شاء الله 3 اجلوا 3 مباريات. وكل شيء اجل الى غايه 12 من الشهر من هذا الشهر. شكرا لكم، شكرا شيخ. شكرا على الدعوه، شكرا على الحضور، شكرا. ان شاء الله تسلك سيربي وزيد شيخ. داعي لي برك ان شاء الله. ان شاء الله بالتوفيق ان شاء الله. العموري جديات يعني يعطيك الصحه كي جيت، ونشكرك وان شاء الله ماشي للخير. ان شاء الله سامي، نشكركم على الدعوه هذه. يقدر يزيد يلعب هذا. سيدي الشيخ عنده اتصالات. يقدر يزيد يلعب. مازال لك الشيخ، مازال لك كاين صونس الاخر 5 تجيبها يا اخي. يخصك مهاجم الشيخ. كما جبت سعيود 120 مليون تقبل. لا الحمد لله راني هنا. الشيخ 20 ما قبلش. لا بالك حبي الفوتسال، حبي يروح للفوتسال الموريه. الحاج شكرا، يعطيك الصحة العموري. الحاج شكرا لك. يعطيك الصحة سمير، انت ثاني يعطيك الصحة، وقت في المجتمع اليوم. باللوم 40 عام سمير شكرا. كنت متألق كثير، الله يحفظك. كنت سعيد بتواجد مع الشيخ الله يسلمك خويا. انون بليزير جدية، سيتي ان بليزير اوسي اون فوا لا بريمير في البلاطو. ان شاء الله ماشي المره الاخرى الشيخ. ان شاء الله ان شاء الله. رفيق شكرا كثيرا. لا عادة الببليك يعطيك الصحة. نشكره الببليك. رفيق نشكرك كثيرا على المساعدة. شكرا أيضا لكل الزملاء، خاصة القسم الرياضي على رأسهم رياض بالخديم، محمد بوخمية، شهر عبيدي، ومعاد نمرودي. شكرا جمهورنا الرياضي الكريم على حسن الإصغاء والمتابعة. نلتقي في عدد آخر بحول الله.